ما هو قيام رمضان؟ هل هو الصلوات التي نطيل فيها القراءة والركوع والسجود، أم يدخل في ذلك التراويح؟ الجواب الثاني. التراويح التي نصليها في 20 الأولى من رمضان هي من قيام رمضان. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 ليال بأصحابه في رمضان، ثم ترك الصلاة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني فيشق عليكم هذا. فكان عليه الصلاة والسلام شرع لأمته قيام رمضان جماعة، لكنه ترك ذلك خوفا من الفريضة. إذن التراويح التي نصليها من قيام رمضان. ولكن نشاهد الآن أننا لا نقوم الليل كله في التراويح، 1.5 ساعة وبالكثير 2 ساعات. هل هذا قيام لليل كله؟ الجواب نعم، قيام لليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ثم انصرف، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. معنى نفلتنا يعني زدتنا حتى يطلع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا ينصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام.